ولنبلونكم أي نختبركم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لازم في اختبار. شوف جمال القرآن، شوف جمال الرحمن. اسمع يا مؤمن يا موحد، كلمة بشيء دي فيها إعجاز. بشيء من الخوف، لو قال بالخوف بشيء دي يعني جزء بسيط جدا. بشيء من الخوف والجوع. عارف لو ما كانش شيء بسيط كنا متنا، هلكنا من الخوف والجوع. لكن ضيق الرزق ده بيبقى شيء بسيط لأمر رباني، حكمة إلهية عجيبة. يبقى الابتلاء بشيء، حاجة بسيطة. ممكن واحد مننا يكون عنده خوف من المستقبل، عنده خوف من غدا، عنده ابن مريض، عنده ضيق في الرزق، عنده مشكلة معينة، عليه دين، عنده خوف، خايف. ما هو ده نوع من أنواع الابتلاء والبلاء. تبتلى بشيء من الخوف، أيوه، والجوع. زي ما احنا شايفين كده أغلب الناس عندها مشاكل في ضيق الرزق، مشاكل في الأكل والشرب، غلاء بلاء، ناس حزينة موجوعة. ده اختبار من ربنا. ولنبلونكم أي نختبركم بشيء، أي بشيء بسيط من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ده اختبار. اللي مرتبه أو يميته يدوبك على قدر المعيشة. ابتلاء. ممكن أحد يبتلى من بعد الغنى للفقر، بعد ما كان معاه مفيش، أو ما كان مرتبه يقضيته للشهر تمام، في وسط هذا الغلاء بقى المرتب مش كافي للحياة. يبقى لازم المبتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. إيه الأنفس؟ ممكن تبتلى بموت عزيز لديك، والدك، والدتك، أخوك، ابنك، أي أحد من الأقارب، من الجيران. دي الأنفس. تبتلى في أي أنفس. أو ابنك مريض، نفس مريضة أنت تعبان من أجلها، يبقى ابتلاء الموت أو تعب الأنفس. فده ابتلاء. إن أي أحد قريب ليك أو حبيب ليك مات، ابتلاء من الله. هنعرف في الآخر ليه. والثمرات. ممكن كده وباء معين لزرعة معينة أو جرادة معينة تاخد المحصول. أو مثلا زي ما بشوف كده سيجي ساعات بص تلاقي مثلا أي نوع من أنواع الخضروات أو الفاكهة قليلة في السوق وغالية. ليه؟ أصل في مشكلة، في حشرة أو في فيروس معين أفسد نصف المحصول. ده وارد. أو غلاء في الأسعار كما نعيش، الأسعار نار. طب احنا في اختبار وامتحان. ليه بقى؟ الله تبارك وتعالى قال ولنبلونكم أي نختبركم. ايه الاختبار ده؟ ليرى الله منا. لأن في الاختبار بينقسم الناس إلى قسمين، جازعين وصابرين. في ناس بتجزع، يعني بتسخط، عندها سخط على حكم وقضاء الله. تلاقي واحد كده في وسط الهم، في وسط الكرب، يتلفظ بألفاظ مخالفة للعقيدة. كل ما تسأله الحياة ضل والمعيشة ضل،
وولادي ضنك وزوجتي معيشاني في ضنك، ده مصيبة طمة. واحد تاني ايه يا عم عامل ايه في الغلاء اللي احنا فيه ده؟ الحمد لله، الحمد لله، رضا واقل من كده رضا. يا عم دي الدنيا غالية، دي الاسعار نهار. انت مش خايف من الغلاء؟ مش خايف من بكرة؟ يا عم وانا ربنا طالبني بعمل غد؟ ربنا طالب مني ان انا اصلي لبكره، أأدي أعمال الصالحة بتاعت غد؟ لا، يبقى أنا مش مطلوب مني إن أنا أسأل ربي على رزق غد، لأن الذي قسم وضمن الأرزاق للعباد هو من؟ أنت خايف من إيه؟ إحنا خايفين من إيه؟ اللي خايف من فوات الرزق ده إنسان عنده خلل في العقيدة، إنسان مريض. الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق للعباد. من الرزاق؟ من الذي يرزق العباد؟ الله. اوعى تخاف.